معك يعني بعض الامور فيما يتعلق بالمداخله نتاعي في الاحداث تاع الريان. صح. الحقيقه انا دخلت في هذا في الموضوع. انا حبيت ان ما حبيتش نتكلم عن الاحداث في حد ذاتها. اصلا الاحداث اعتبرتها يعني شيء متجدد، يعني الاحداث ما هيش هي الاولى من نوعها، ما راحش تبقى هي الاخيره ما دام كما نقول احنا الارضيه الاجتماعيه الى صح التعبير، ولا الارضيه النفسيه قائمه، بحيث يعني ممكن يكون اي سبب من الاسباب، قد يكون هذا الاسباب سبب ناتج على مؤامره او على ناس مشرعين، وقد لا يكون، يعني قد يكون السبب هكذا يعني ما عندوش معنى، ما لا يستطيع احد ان يحمل المسؤوليه فيه لاحد. مثلا ممكن توقع الخصومه بين من الناس كما تقع في اي مكان في الارض، ولكن لان الارضيه جاهزه للاشتعال. تنقول جاهزه للاشتعال مش معناتها الناس قاعده غير تدبر في بعضها، لا، ولكن كاين خلفيه تخلي ولا تسمح ولا تسهل يعني انتقال المساله ولا انتقال الفتنه من قضيه بسيطه ولا من شيء بسيط ممكن يصرى بين الاخوه حتى بين الاشقاء يصرى، ولكنه ينتقل والعياذ بالله ويصبح فتنه عارمه، يعني غير معقوله ابدا. يعني مهما نحاول احنا نعطيها تفسيرات ونعطيها مبررات، في الحقيقه هذا امر لا يخرجنا من الورطه. يعني ان شاء الله نحاولوا اننا نتناقش في هذا الموضوع، ونحاولوا اننا الكلام نتاعي ما يصبش على الاحداث ولا حتى عن نتائجها. كاين الاخوه قالوا انت ما تكلمش على يعني المأساة ثم يقول احنا اللي في القلب، ولكن احنا نريد نتكلم عن القضايا، نتكلم عنها من موقع الانسان الذي يريد الحل، من موقع الانسان الذي يناقش المسائل، يعني مناقشه الطبيب، ماهوش مناقشه الانسان اللي جاي يعزي ولا الانسان اللي جاي يبين في كما نقول احنا في التعاطف نتاعو. نحن هذا شيء نعيشه، اي واحد ينقاس في بلادنا ماهوش في منطقتنا فقط. انا اصلا ما يعني هذه المحنه اللي راني فيها ماهيش من اجل بلادي ولا ولاد بلادي، هذه من اجل يعني من اجل الجزائر. فانا موقفي في هذه القضيه كان من هذا المنطلق. فاذا كان يعني معليش انا غبيا نناقش اي اخ في هذه القضيه، والعبره في اننا نفهم الامور على الوجه الصحيح، ونحاول نقدم باي شكل من الاشكال يعني الحلول او المساهمه نتاعنا تكون تصب في اطار دفع الامور الى الامام. هذا هو اصلا يعني كل التحركات نتاعي والاهتمام نتاعي حول دفع الامور الى الامام ان شاء الله. ان شاء الله. انا كنت يعني مستعد جدا، وكل اذان صاغيه كما نقول حنايا لنتحاور في هذا الموضوع بكل اخوه، بكل شفافيه، بكل صراحه ووضوح. المهم ان شاء الله نحاولوا اننا نتناقش في هذا الامر، ونحاولوا اننا نجد حلول، ولو اننا يعني بعيدين عن كما نقولوا مركز القرار، يعني ما هوش القرار بيدينا، احنا رانا فقط يعني نطمح من اجل يعني نبلغ الرساله نتاعنا ولو على مستوى الاعلامي هكذا. نحاول ان شاء الله هذا هو. المهم نحاول اننا ننطلق في هذا اللقاء. انتم راكم اولاد المنطقه، انا الاخ سليمان بوصوف انا اعرفه يعني فقط هكذا من خلال الاعلام انه مراسل. اعتقد انه كنت تخدم الاستاذ سليمان في الاعنان.
ايه كنت في الاي ان ان. ودوك واش من قناه راك فيها؟ انا مع القناه الحره. مراسل في قناه الحره من لندن. من اوروبا ككل. اوكي. آه. واسمو انت من المنطقه من غردايه، يعني في التوجه نتاعك يعني هكذا، حتى باش يعني الناس يكونوا يعرفوا يعني اقصد يعني انت من المنطقه، يعني من منطقه نتاع غردايه. هل انت يعني من يعني مادام رانا رايحين نطرقوا للمشكله هذه، لانه رانا رايحين نشرحوها، ما رايحينش نحكيو هنا بالاساليب هذيك الدبلوماسيه، ونحاولوا اننا نكونوا صراحه ونتكلموا باسلوب مبسط اللي يفهموه الخاص والعام. انت من المنطقه، يعني قصدي من مزابي يعني، ولا من الاخوه العرب، حتى باش نعم. اه نعم. تحب نبدا؟ تتكلم، حنا رانا نتكلموا هكذا، يعني ما كاش بروتوكولات ولا حوايج هكذا، نتكلموا امور عاديه نورمال. اوكي. اولا نشكرك سي نور الدين على هذا الحوار اللي جمعتنا فيه، بارك الله فيك، وشكرا على المجهودات اللي راك تبذلها في اليوتيوب. واشكر السيد احمد شوشان اللي لبى هذه الدعوه. وكما ذكرت انا من بني مزاب، اللي يسموه في الجزائر بني مزاب العباضيه، من منطقه غردايه بالضبط، في غردايه سونتر، يعني من عاصمه الولايه. شرفني ان نتلاقى بسي احمد شوشان. وانا تابعت يعني في البلوج تاع احمد شوشان، قريت كل مسيرته، كيف يعني الامور اللي تعرض لها في الجزائر، كيفاش طلع من الجزائر. ويعني من قبل كنت عارف انه السي احمد شوشان من القراره، لانه فسر بالضبط من اي منطقه وكيفاش طلع. وهذا اللي خلاني انه ادعو الى هذا الحوار، لانه ادرى من كل هاد الناس اللي راهي تحكي على فتنه بريان الاخيره، ادرى منهم في القضيه. ويعني ابدا طبعا سي احمد شوشان اكبر مني سنا واكبر مني مقاما. الله يبارك فيك. الله يسلمك. اسمح لنفسي ان يعني اتحلى بالشفافيه واناقش بكل حريه اللي تعلمناها شويه هنا في بريطانيا. انا كنت حكيت مع سي نور الدين خبابه على التدخلات تاعك سي احمد شوشان في اليوتيوب. كانوا حوالي 6 فيديوهات على بريان، يعني حوالي ساعه. تطرقت الى مواضيع كثيره، انا جمعتها في بعض النقاط. النقطه الوحيده اللي ما تطرقت لها هي ماذا حدث بالضبط في بريان. وبالنسبه لي كرأي يعني واحتفظ به، انه ما حدث بالضبط في فتنه بريان الاخيره يغنينا عن كل تفسير اخر، لانه لازم نفسره واش صار بالضبط في بريان. النقطه الثانيه ذكرت كذلك مشاركه الإباضية في الثوره. الثالثه المشاركه السياسيه للإباضية في الجزائر ما بعد الاستقلال، وعلاقه الإباضية بالنظام الجزائري. استاذ سليمان، تسمح لي برك معذره نقاطعك. احنا ان شاء الله هذه الامور نناقشوها ان شاء الله بالتفصيل. فقط برك انا حبيت نعرف، ما دام راك الان يعني قلت لي باللي راك ابن المنطقه، ابن غردايه مزابي، بمعنى انه يعني سليمان بوصوفه يمثل يعني في هذا الحوار يعني الجانب الإباضي، يعني الاخوان نتاع بني مزاب، وبحكم ايضا الاخ احمد شوشان اذا يمثل الطرف الاخر. يعني ان صح القول، مانيش عارف الا استاذ احمد يقبل انه يكون بالوصف هذا. يعني اقصد الاستاذ احمد، يعني اذا الان ذكر راهو استاذ سليمان راهو يتكلم من منطلق انه اباضي من الاخوه بني مزاب في غردايه. انت تقبل بالوصف هذا انه يطلق عليك انه الجانب الاخر، يعني الجانب تاع الاخوه والعرب الشعان كما يقولوا، والله ما تقبلش بالوصف هذا؟ لا والو. انا